السلام عليكم واهلا بيكم في كرتونات منسية. في السلسلة دي هنجيب كرتونات قديمة شوية من الماضي القريب ونبدأ ان احنا نستعيد ذكرياتنا معاها. واول كرتون معانا الفتيات الخارقات، او زي ما عرفنا بعدين ان اسمه ويتش. كان بيتعرض تقريبا في 2007 2008 على الام بي سي 3، والكرتون ده من نوعية الكرتون اللي صعب تلاقي حد اتفرج عليه ومش فاكره. انت حرفيا بس تسمع اول 3-4 ثواني من الاغنية وانت هتفتكره على طول. تعرفون من منا هي قوة النار ومن منا هي قوة الماء، من منا قوة التراب ومن هي قوة الأرض ومن هي قوة الهواء مكان. القصة بتبدأ ب5 بنات عاديين جدا بيكتشفوا ان هم عندهم قوة سحرية مرتبطة بالعناصر النار والمية والهواء والأرض، وفي واحدة فيهم معاها الجوهرة اللي هي قلب كندراكار اللي بيحولهم لشخصية الحارسات. وبنكتشف ان في عالمين في الكرتون، عالم الميريديان السحري وعالم الأرض العادي اللي هم عايشين فيه. بيقع عليهم الاختيار ان هم يكونوا الحارسات، والمهمة بتاعتهم ان هم يحافظوا على الميريديان والأرض يكونوا بعاد عن بعض وما يحصلش بيناتهم أي اقتراب. وعندنا شخصية الأمير فوبوس، الحاكم الشرير للعالم بتاع الميريديان، الشرير الرئيسي في الموسم الأول. وبنكتشف ان هو استولى على الحكم بعد ما نفى الوريث الشرعي للعرش. وبالمناسبه الموسم الاول لو لفيت الانترنت كله يستحيل تلقاه باللغه العربيه. وعندنا شخصيه سيدريك اللي هو تعبان عملاق لكنه بيقدر يحول نفسه لشكل بشري. الموسم الاول بينتهي بانتصار الحارسات على الامير فوبوس ويرجعوا اخته هي اللي تحكم عالم الميريديان. في الموسم الثاني بنكتشف شخصيه نيريسا الساحره الشريره، اللي بنكتشف بعدين ان هي كانت واحده من الحارسات قبل ما الحارسات الحاليين يبقوا هم الحارسات. الكرتون ده انا شايف ان هو يستحق بجداره ان احنا نستعيد ذكرياتنا معاه. الكرتون الثاني معانا كابا مايك، واحد من انتاجات نيكلوديان، اتصنع سنه 2006 ولكنه وصل لنا هنا مثلا في 2010 على نيكلوديان العربيه. ويا الهي في ناس كتيره جدا ما بتحبش الكرتون ده او ما كانتش بتحبه ساعه ما كان بيتعرض، لكن انا ليا ذكريات معاه حابب استعيدها معاكم. كرتون كابا مايكي معمول كنوع من التريقه والسخريه على الانمي الياباني، وبينتقد الحاجات الكلاشيه اللي موجوده في معظم الانمي. الكرتون بيحكي عن مايكي، شاب امريكي بيطمح انه يكون ممثل لكنه فاشل نوعا ما. في يوم وهو خارج من مكتب كاستنج كان بيحاول يحصل على دور تمثيل وفشل، فبيخرج من المكتب وهو حزين ويقعد على الرصيف. وهو قاعد بيندب في حظه بتيجي ورقه الهواء مطيره وتخبط في وشه. بيمسك الورقه ويكتشف ان هي تذكره كسبانه في مسابقه لرحله لليابان. بيسافر اليابان وهناك بيعاملوه ان هو نجم سينمائي كبير، وكمان بيقدر ياخد دور بطوله في مسلسل انمي مشهور هناك اسمه ليليمو. والكرتون مليان اشارات لانميات مشهوره زي دراجون بول ويوجيو وسيلر مون وغيرهم كتير. كمان بنلاحظ حاجه مميزه جدا في الكرتون، ان شخصيه مايكي مرسومه بستايل الكرتون الغربي، وباقي الشخصيات والاماكن مرسومه بستايل الانمي الياباني. اللي كان بيخلي كابا مايكي ممتع ان هو بيقدم سخريه على صناعه الانمي نفسها، كانه بيقول لنا شوفوا الفرق ما بين الكرتون وما بين الانمي الياباني. يمكن كرتون كابا مايكي مش من الكرتونات المشهوره جدا اللي كل الناس شافتها فنقدر نستعيد ذكرياتنا مع بعض، ولكن اكيد اي حد شافه صعب ينساه. ورقم 3 معانا مراهقو تايتنز 2003. وهنا لازم نفرق ما بين اتنين، كرتون مراهقو تايتنز والنسخه الرديئه اللي عملتها كارتون نتورك. مراهقو تايتنز بالنسبه لي وبالنسبه للناس اللي زيي في الوقت ده هو اول احتكاك حقيقي ما بيننا وما بين شكل قصص الكوميك بوك. ايوه ساعتها كان في حاجات تاني كوميكس بتتعرض زي سبايدر مان وسوبر مان وجاستس ليج وحاجات كتيره، لكن بالنسبه لي اول احتكاك حقيقي مع قصص الكوميك بوكس اكيد مراهقو تايتنز. طيب في الوقت ده كنا كلنا عارفين شخصيه روبن المساعد بتاع باتمان. دلوقتي احنا واخدين نسخة روبن القائد لفريق من الابطال الخارقين، واللي خلى شخصيات المسلسل قريبة لينا ان هم كانوا مراهقين وعندهم برضو الجزء المتعلق بكونهم ابطال خارقين. وانت مهما كانت شخصيتك هتشوف نفسك في واحدة من شخصيات ابطال التايتنز. فعندك الشخصية الكئيبة السوداوية الانطوائية ريفن، عندك الشخصية المتفائلة المتسامحة اللي بتحب كل الناس واللي بتحاول تتأقلم مع الكل ستار فاير، عندك الشخصية المرحة اللي بتلقي النكات بيست بوي، عندك الشخصية اللي مليانة مشاعر وتحس ان هو اخوك الكبير شخصية سايبو. وانا شايف ان اللي خلى الكرتون ده عظيم ويستحق فعلا ان احنا نستعيد ذكرياتنا معاه هو المزيج ما بين الدراما والاكشن والكوميديا. فمثلا ممكن تلاقي نفسك بتضحك على موقف لبيست بوي، بعدها تلاقي نفسك متاثر بمشهد لريفن او لسايبورغ. دي كانت كل حاجه عندي في الفيديو ده. اتمنى تسامحوني لو الجوده بتاع الفيديو مش احسن حاجه، سامحوني لو انا مهزوز شويه قدام الكاميرا، دي اول تجربه ليا ان انا اصور فيديو طويل. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وقولوا لي في التعليقات لو فاكرين الكرتونات دي ولو حابين اكمل في السلسله دي ولا لا.